السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، احسن صحة واحسن حال. يلا نعمل مع بعض غدا النهارده كده صينية سمك مكاريلي بالبطاطس والخضرة خطيرة، وشوية رز بقى بني ولا يا ولا، يعني طعمه كده ايه، مكرمل وخطير بالبصل المكرمل، وطعمه تحفة جدا ما شاء الله. هنا كان معايا دوت 2 كيلو سمك مكاريل. بصوا، هو ينفع بأي نوع سمك، يعني مكاريل، تونة، بولتي، سردين، أي نوع سمك انت حابة تعمليه اعمليه. التتبيلة بقى هنا دول 3 ليمونات صغيرين عصرهم، ومعلقتين توم كبار. دي تتبيلة السمك يا جماعة، سمك يعني توم وكمون، دي معروفة. وحطيت هريسة اللي هي بالفلفل الألوان، أخضر يعني وألوان، وهريسة حمراء تمام، اللي هي مشطشطة شوية دي. انا من الناس اللي بحب احط لتتبيله السمك سنه قرفه، بتخلي ريحه السمك كده وهو بيتحمل يعني ايه، جايب اخر الشارع. معلقه صغيره كزبره، او معلقه يعني كبيره كزبره، معلقه كبيره كمون، طبعا حسب كميه السمك اللي عندك. فلفل اسمر، والملح طبعا حسب ما انتي برضو ايه يعني التمليحه بتاعتك. دول هنا كانوا عودين كزبره خضراء تمام. كان اخر حاجه عندي يعني. اميكس بقى كل الثوم مع الليمون وهحط خل دلوقتي. وممكن تحطي فيها شويه زيت براحتك، بس انا ما حطيتش زيت لان السمك ده بيبقى فيه دهون شويه، ويا دوب بحط بس معلقتين 3 زيت على الوش تديله التلميعه والحرمشه دي. مكست بقى كله، فكيت الثوم من بعضه. انا هنا حطيت الخل على فكره، الكاميرا ما صورتش. ابتدي بقى احشي الخلطه دي جوه السمك كويس، ويعني اتبل بيها السمك كويس. يا بص انا بدعك السمكيه ازاي كويس قوي من جوه. اهم حاجه ما تنسيش الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو مش مشتركه اشتركي وفعلي زرار الجرس، وخليكي صديقه من اصدقائنا الحلوين، وحطي لايك، وشيري فيديوهاتي لو محتوايا بيعجبك. وبصوا بقى، دي يعني الطريقة الشرحة نفسها مش محتاجة اتكلم. تتبلي السمك كله بقى في قلب بعضه. اهم حاجة ان السمك يكون مغسول كويس جدا جدا، يكون نظيف، عشان السمك من الحاجات ان لو ما اتنضفتش بتبقى فيها طعم الزفارة، وريحتها بتبقى مش لطيفة خالص، حتى يعني وهي بتستوي. هنا خلاص انا تبلتها. بقول لكم الخلطة ديت انا هسيبها عشان انا هحطها على البطاطس والطماطم والفلفل اللي انا هحطهم كده في زي ما انتم شايفين تحت السمك. مش محتاجة ان انا امكسهم، يعني هي بس ايه، التتبيله هتمشي، لان كده كده السمك متبل، فهو بيستوي. الزيوت الطبيعيه اللي في السمك وطعم السمك بالتتبيله هينزل اصلا عليهم، هيبقوا متملحين وطعمهم حلو، متبلين يعني. ابتدي ارص السمك بتاعي بقى كده. كان طعمه خطير، اللهم بارك، وطري كده يعني السمك من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت طويل في التسويه. وللأسف لو اتساوت يعني اتساوت بطريقة غلط، السمك بينشف كده، بيبقى ناشف كده ومش حلو. الليمون بقى اللي انا قشرته، اللي انا يعني عصرته، بحب احطه كده على الوش ما بين السمك زي ما انتم شايفين كده. ومعلقتين بقى زيت بس على الوش، اللي هو ايه، لما يستوي خالص انا بحب اسيبه بقى كده، يا اما تحت الشوايه يا اما مع الفرن، وش السمك كده ياخد لون كده ويبقى متحرمش ومقرمش من فوق. الطريقه دي بتبقى خفيفه قوي قوي على المعده وجميله. بصوا هنا انا حطيته في الفرن زي ما انتم شايفين، على درجه حراره 200. بياخد حوالي 40 دقيقه بالكتير بالكتير، 30 دقيقه يعني، مش هيكتر عن كده. نعمل بقى الرز بالبصل. هنا زيت الرز بالبصل يا جماعه، زيت مش سمنه. الرز بتاع السمك ما تحطلوش سمنه ولا زبده، انا ما بعملهوش يعني ما بحطلوش كده. نزلت ببصلايه كبيره انا مخرطاها على ايدي عشان يعني تبقى باينه، ومعلقه كبيره سكر عشان يكرمل معايا البصل ويديله لون. ونزلت طبعا بشويه ملح وشويه فلفل اسمر. بصوا بقى اللون خطير ازاي. تركية بقى بتاعتي وجربيها في رز السمك، رشه قرفه. يا خرابي يا خرابي يا خرابي على طعمه وريحته، خطير 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 خطير. ظبطت بقى ملح وفلفل الاسمر بتاعه. وهبتدي بقى انزل يعني باقل من ربع كوبايه ميه، لان انا ما بحبهوش احط المقدار وارجع احط الرز، لا انا بص يا دوب بس اللي هو بخلي اللون اللي البصل خده، الكرمله البني دي اللي البصل خده يطبع اكتر. فاهمين ان انا لما انزل بقى الرز يتشوح، الرز ياخد اللون، يبقى لونه بني خطير وطعمه خطير خطير زي ما انتم شايفين. بص اصلا مجرد ما هقلب الرز خد اللون البني ازاي. الطريقه دي حلوه جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت خلاص هو اصلا ما بكونش حاطه ميه كتير، فانتي بتشوحي الرز برضو بيتشوح وبيحرمش معاكي، وكمان بتحطي مقدار الميه صح.
للبنات يعني اللي ما بتعرفش تظبط مقدار الميه. تسويه الرز العاديه، حطيت الايدام بتاعه، اقلب اسيبه يغلي يتشرب، احط تحتيه الصاجه اوطي، خلاص استوى. يعني التسويه العاديه جدا بتاعت اي رز. هنا بقى خلاص، ده كنت بوريكم ان هو بصوا ما شاء الله بقى لونه يا بنات خطير يا خرابي، وكانت ريحه اللهم بارك تحفه. خلاص هنا كده اتشرب، اوطي عليه زي ما انتم شايفين مفلفل ولونه تحفه وطعمه خطير. وعملت شويه سلطه كده، حاجه حرشه كده. وبصوا بقى السمك، بصوا كان سخن مولع، بصوا الطبقه بتاعت الجلد مقرمشه ازاي، وهو من جوه ابيض فله وطري طراوه وجوسي وخطير. ولا البطاطس والطماطم والحاجه اللي تحتيه كان طعمه تحفه. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.